السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي اول مره بيزوروا قناه ام احمد ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي الموجودين في القناه حطوا اللايك، شيروا الفيديو، انزلوا كتبوا الكومنتات، تصلوا على الحبيب وكمان تستغفروا. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقه في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتوا عندكم في حنين الماضي، مشتاقين له، هو كمان مشتاق لكم رغم بعد المسافات. كل واحد في مكان، لكن القلب والعقل متعلق بيه، وهو قلبه وعقله متعلق بيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك بقى الحسد ده في الطريق وياك، كل ما بتروح مكان بيحسدوك. يعني كل الحسد ده ليه؟ كل كمية الحسد، بس انت كده، انت بتتحسد، محسود حسد كبير، لدرجة ان انت بتبكي، بتبكي دايما، مخنوق دايما، حاسس ان في حاجز بينك، حاجة بتجيلك بتخنقك، مش عارف تعمل ايه، وده بسبب الحسد. العين اللي مركزة جدا معاك، مع ناس في بعد مسافات، وبرضه محطين عينهم عليك ويبصين لك جدا. في عندك تألق، انت هتحط الطريق رجليك في الطريق الصح وفي المكان الصح. في عندك عتاب، والعتاب ده معاك انت الحق، انت اللي معاك الحق. في كمان عندك بعد يومين، بعد اسبوعين، في نجاح في حاجة انت بتشتغل عليها. ممكن تكون دراسة، مشروع، حاجة انت بتشتغل فيها وهتنجح فيها، ونجاح مكتوب لك. لف ودوران وانت كاشف الحقيقة. عندك حرف الألف ده محيرك، وحرف الميم خانقك، بيتعمد ان هو يضايقك، يخنقك، مع انك بتحبه دايما او كتير، لكن مش عارف هو بيتعامل معاك ليه كده، وليه اسلوبه كده. انت قلبك طيب جدا، وقليل جدا يكون فاهمك. بعد ما بيخسروك بيندموا عليك ندم كبير قوي، لكن اللي بيخسرك مرة ما بيعرفش يكسبك تاني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا. عندك بقى بعد الفراق، وفي عندك رجوع تاني ولم شمل، وعندكوا في سفر، والسفر ده هيكون في تحسين طاقة، في نقلة في حياتك، هيكون عندك في رزق حلو جدا بإذن الله. بتتعامل مع حد عنيد، حد مش متكبر شايف نفسه، حد خانقك قوي من طريقة تفكيره، لأن تفكيره بيوديه في اتجاه تاني، وبيكون غبي جدا في تفكيره، وانت ما بتحبش الأغبياء. لا إله إلا الله. في حد بيوجهك للسهر، خلي بالك ليه نظرة، في ناس بيوجهك قدام الطريق الصح، فخلي بالك. انتوا دايما بتستغفروا ربنا وبتقول يا رب، انت رامين حمولنا يا ربنا. انتوا الفترة دي حاسين بتعب، حاسين تعب مش طبيعي، الخنقة وبتيجي بدون السبب، ده بسبب الحسد. الحسد الناس اللي عليكم من بعض الناس اللي موجودة حياتكم. ما تدوش لحد امان ولا ثقة، وبلاش تتكلموا على الفاضية المليانة مع اي حد. عندكوا كشف اقناع، واحدة ست جوه حياتكم، الست دي انتوا هتقطعوا العلاقة بيها، هتقطعوا وتقول لها بقى خلاص انا اتظلمت منك واتخنت، وانت كسرتي قلبنا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انتوا هتحاسبنوا. بلاش الأنانية في حبة أمور. في عندكم حتة أنية، لأن في حد حاطط عينه عليكم وعايز يعمل سحر المحبة، فلازم تخلي بالكم عشان ما يكونش فيه تسلط وناس حواليكوا. فاهدوا كده وهدوا أعصابكم. انتوا ماشيين في مشروع، والمشروع ده واقف، او الحاجة اللي انتوا عايزينها واقفة بسبب الحسد.
لا اله الا الله. حاولوا كمان تكتموا الدارو. ليه؟ عشان المشاكل اللي جايه من الناس اللي حواليكوا، الناس اللي بتخش جوه حياتكوا كده بتديك المحبه والحب والحنان والعطاء، وبتلاقي بالعكس بيطلبوا منكم طلبات، حاجات. بدأت تحس ان ايه قد ايه ان هم مش كويسين. انتوا ما شاء الله من الناس اللي بتستحمل، عندكم مريتوا بتجارب كتيرة وكانت فيها وجع، غيرت حياتك، غيرت طريقة اسلوبك. ما بقتش زي الاول بسبب الضغط اللي جالك من بعض الناس اللي حواليك. لازم الفترة الجاية دي هيكون في تغيير جذري في جميع المجالات. في عندكم في نجاح بقى في دراسة، نجاح في الحب، تخرج في الحياة، نجاح في الحياة نفسها. انت اكتشفتوا ناس على حقيقتها وعرفتوها، وحان الوقت ان انت تشوفوا نفسكم بقى. من ناحية الرزق، ان شاء الله هيكون عندكم رزق. في حد هيطلب منكم فلوس الفترة الجاية والحد ده قريب منك، وفي طرف تالت هيتدخل وهيقولك اديله، وانت هتزعل، هتقول انا عايز الفلوس دي لان مرتاحة، لان ربنا هيديكوا كل الخير الفترة الجاية. انتوا داخلين على فترة فيها خير، فترة فيها سعادة وهنا في جميع الأسد اللي في حياتكم. بس عايزاكم تستغلوا كل خطوة، تستغلوا كل حاجة تخص حياتكم. ما تضيعوش الفرصة، ما تضيعوش الفرصة. مش الفرص دي كلها تتعوض زي ما انت فاكر، زي ما هما بيقولوا لك. ما تسمعش كلام حد، مش عايزاك تركز مع كلام حد. انت الفترة دي مستعد ان انت تضحي بحاجات كتيرة عشان راحتك، مستعد ان انت تضحي عشان اي حاجة عشان توصل لهدفك وحلمك، وده اللي انت عايزه. مش عايزاكوا دايما تتعاملوا بنية صافية، ناس بتكرهك وانت عارف، انت بتقول خلاص، انت بتساعد كل الناس وبتقف مع كل الناس، بس ما تلاقيش حد واقف جنبك ولا في وقت حد جنبك. فانا عايزاك تهدى وتهدي اعصابك. في ناس دايما بتتجسس عليك، اذا كان بيتجسسوا بقى في حياتك، في اوراقك، في حاجات تخصك. خلي بالك، في حد عايز يقرب منك الفترة الجاية دي بس خايف من رد فعلك. انت لازم يكون في عندك اعتذار. انت في الفترة دي في حيرة وحيران بسبب ان انت داخل على ايام وخايف، خايف من الايام الجاية. انت معروف ان انت حنين جدا، وبتدي بدون مقابل، ومن كتر الحنية دي مش عايزاكم تبقى حنين قوي كده. اما تدي بتاخد فيه توافق، مش الحياة فيها كده وتاخد ويدي بس. في عندك موضوعين محيرينك ومضايقينك، هتاخد فيهم قرار، والقرار ده هيكون سبب في نجاحك الفترة الجاية، وكمان هيكون فيها تقدم بإذن الله. عندك في تفاهم مع بعض الابراج في حياتك. انت دخلت مع برج الجدي وما كانش فيه تفاهم، وما كانش فيه بعض الامور. في الايام الجايه تغيرات، عندك في راحه. في كمان في حد في حياتك عنيد جدا ومتسلط، وعامل لك بعض المشاكل، وعامل لك قلة التفاهم. انت الفترة الجاية هيكون في تغيرات، وهيكون عندك في بداية حلوة وهتبدأ تستغلها. كمان انت هتزيل همومك بإذن الله، لان انت ناوي وبتتعامل بنية صافية. الفترة دي انت ما ينفعش ابدا ان حد يقطع عليك، ولا اي حد يخش حياتك يعمل لك عراكيل. انت محتاج ان انت يعزز من كرامتك، محتاج حد يساعدك، يا اما يساعدك يا اما تبعد عنه. ما بقاش يفرق معاك وجود اي حد في حياتك ممكن يأذيك. انت الفترة الجاية هتحاول تخلص من الطاقات السلبية. انت عندك طاقة اشتياق، طاقة لهفة، طاقة فرحة الفترة الجاية. ممكن كمان رجوع ليك لبرج سكوس، بقالكوا فترة متفصلين بسبب شوية مشاكل. عايزك تخلي بالك من نفسك، ويا ريت لو مزعل حد، انت ظالم حد، عشان ربنا يكمل لك موضوعك على خير. لو انت ظالم حد تعتذر له وتصلح المواضيع. انتوا هيكون عندكم في تألق، هتكونوا عندكم فخر لنفسكم، لان انتوا هتحققوا نجاح بقالكم فترة شغالين عليه. لازم تخلي بالكم من نفسكم كويس جدا، وان شاء الله لا لازم تخلي بالكم كويس من المواجهة. من الصديقة القريبة منكم ممكن تطلع السر. يعني حاول على قد ما تقدروا تداروا وتكتموا عشان المشاكل.
في كمان عندكم في رجوع الفترة الجاية لبرج الثور، وهيكون عندكم لمة حلوة، وخلي بالكم من الناس اللي هيجوا يظهروا قدامكم الفترة الجاية، او انت اللي هتزور حد. انت معمول لك سحر اسود، والسحر ده مش كويس، وده اللي لخبط الحياة. ماشي في طريق وحاسس ان انت قلقان، حاسس ان هو في مشاكل، في طرف تالت عندك وبيتدخل في كل علاقاتك وفي كل حياتك، وباله مشغول بيك جدا، وعايز يعرف تفاصيل حياتك ماشية ازاي. انت انت الفترة دي مش قادر تدي اي جهد في اي شيء، زي ما تكون تعبان، بتجهد نفسك على الفاضي، بتتعب على الفاضي، زي ما بيكون كده بتتعب مع ناس مش مقدرينك. وصل بيك الحال ان انت بتقول مش قادر، مش قادر ادي تاني، ادي انت اديت كتير، ما بقاش عندك عطاء تاني. يعني انت بتقول خدتوا مني كل شيء، خدتوا مني كل حاجة، عطاء الحب، الجدعنة، وقف، كل حاجة انت عملتها الفترة دي مرت عليك وأكنك مش شايف. تعبت، انت عانيت فيها كتير، ملكش نفس لأي حاجة، فقدت الشغف، فقدت حاجات كتيرة. آه، عايز تفضل لوحدك، عايز تقعد لوحدك، عايز تبقى لوحدك، مش حابب ان القعدة مع حد، مش حابب المقابلات ولا اجتماعات، وده مش من طبعك، بس ده اللي انت وصلت له، ده مش تعبك. الحال وصل بيك لكده، ده ما وصلش من فراغ، انت تعبت فاض بيك. انت في الوقت الحالي شفت ايام صعبة، الايام الصعبة دي خلتك انت عشان سبرت على الحبيب وعلى طريقته وعلى عمايله، وعدم التوافق بينكم في التفكير، على الأنية اللي كان بيتعامل بيها، ان هو شخص نرجسي اناجي ما بيفكرش غير في نفسه، بياخد وما بيديش. انت كمان كل اللي حواليك عينيهم عليك ومركزين معاك، مركزين معاك في كل شيء. لو انت ناوي تعمل اي حاجة، ماشي في اي حاجة، متركز معاك. انت مشكلتك ان انت ملفت النظر، ملفت النظر من الغريب، ومن اكتر الناس القريبة منك، اقرب الناس ليك بصلك، يعني لافت نظرهم، لافت نظرهم جدا، مع ان مفيش حد يلفت نظرك اصلا. انت انت ما بتلفتش نظرك لحد، لكن انت باصص لنفسك، باصص لحياتك انت وبس، مش حابب تتدخل في حياة حد. ورغم ده كله هم بيحبوا يتدخلوا جوه حياتك ويعرفوا كل تفاصيل حياتك. حاجة كده، انت مليت وتعبت، انت بدأت تعيد حساباتك. في عندك قرار انت عايز تاخده، وبدأت تفكر فيه بقالك فترة. القرار اللي انت عايزه تاخده ده واللي انت عايز توصل ليه بعد تفكير كبير، هو ده انسب قرار ليك. في كمان في عندكم مواجهة دي هتكون على حق، مواجهة دي على حق مع ناس خدت حقك. انت بتواجه، بس انت على حق، وحقك راجع 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 راجع. غير في كمان كارما، والكارما دي من عند ربنا ليك، كارما على ناس انت اديتهم اكتر ما هم يستحقوا، اديتهم كتير وهم ما يسووش اي حاجة، اديتهم وعطيتهم وعملت لهم زي ما يكون كده بالونة خليتها كده نفخت وطارت، بس رجعوا زي الاول من تاني، ومكانتهم اتهزت قدامك، وهم سقطوا من نظرك. انت افعال الشيء بتاعتك مزعلاك، انت بتحاول تعالج فيه كذا حاجة، بتحاول تغير فيه، لكن مفيش فايدة فيه. هو ده اسلوبه وده طريقته. انتوا عندكوا دموع، باكيين، حيرانين، تعبانين، طاقة آه طاقة سلبية كبيرة. انت هتحذر من الطرف اللي بيخش في حياتك ده. انت القرين عامل لك عراكيل،
يعني بتصحى من نومك كسلان، عندك خمول، طاقة رهيبة بالتعب، بتحس ببعض المجهود ده مجرد بيبقى وقت. هو العين والحسد اللي مش سايباك انت. في منكو ظلم جه على حد، حاول ان انت تصلح الحاجة ديت. الايام الجاية دي عليك ان انت لازم تقعد مع نفسك حبة عشان خاطر الامور تبقى احسن. انت مستني رسالة، مستني مكالمة، مستني حاجة معينة في حياتك. الحاجة اللي انت مستنيها هتحصل، والقرار انت اللي هيكون في ايدك. كل المشاكل، كل التعب، كل الاحباط اللي انت فيه ده وقت وهينتهي الايام الجاية. عايزاك تخلي افعى بالك من افعى سودا في حياتك. دي عاملة على هيئة ملاك لكن هي انسانة مش كويسة، وفيها خبث وبتاعت مصلحة. الافعى دي ام جلد حلو وناعمة، ولسانها بينقى السكر، وانت عارفها كويس. الافعى دي قاعدة لك في الخروجة والطلعة والنازلة، ودايما بتنزلش الا سكر لسانها. وده وهي اصلا افعى. ولا البومة من موجودة جوه حياتك اللي مركزة ومش سايباك. كان في علاقة مع برج الأسد وانفصلتوا بسبب الطرف الثالث، بسبب ان انت اكتشفت الحقيقة، اكتشفت عدة مواضيع. فانت قررت ان انت خلاص تغير من نفسك ومن حياتك. عندك في تراجع في شوية مواضيع في حياتك. اتظلمت من ناس كانت كتيرة. كان في عندك علاقة مع حد وحصل بينكم بلوك، حصل ما بينك انفصال، انفصلت عنده، قلت خلاص. بدأت انت الفترة ديت تبص لنفسك وتبص لحياتك. عندك حبة عراقيل، العراقيل دي كلها وقت وهترتاح منها. كان في علاقة سامة، علاقة نرجسية انت تعبت منها. في ناس اتدخلت وفرقتكوا، ظلمتكوا. لازم تواجه كل حاجة. انتوا من الناس اللي بتواجهوا، بس عندك في صبر وطولة بال. تحمل اذى وظلم. خاب ظنك في ناس كتير جدا، وثقت في ناس كتيرة جدا وخدوا منك حاجات وظلموك وطلعوا. انت ما بقيتش عندك ثقة في حد زي الاول. بقيت عايز تقعد مع نفسك ولوحدك، وما تتكلمش مع حد ولا حد يتكلم معاك. من كتر اللي انت شفته بقيت بتقول اريح دماغي. حتى علاقة الحب تخش فيها بتفشل، ما بيكونش فيها جديد. بتلاقي نفسك انت اللي تعبان. انت لما تحب بتدي وبتدي بدون مقابل. انت اقرب مليك واحدة ست، مرات عم، خالة، عمتك، زي ما انا قلت لكم عندها بنات، دي ظلمتك ودايما تتدخل في حياتك. مش كده وبس، عندك واحدة ست دخلت بيتك وعملت لك مشاكل وتوتر. وكمان هي من ساعة ما دخلت البيت الخرب. مش كده وبس، كان في علاقة مع برج العذراء وحصل فيها انفصال وعملت بلوك لبعض. بإذن الله الفترة الجاية هيرجع لك وندمان وحزين، وهيقول لك انت الحب الأول والأخير، وهي انت القرار بتاعك انت. بس انت حاول تهدي امورك. في حد بيحاول دايما يوصيك، بيقولك اهدى، خير، دايما بيديك انطلاقة جديدة، دايما بيقولك تفاؤل، ان شاء الله خير. انت نيتك دايما صافية، بتحب الناس الغريبة، ما بقيتش تحب القريب. وفي نفس الوقت تقول مش عايز قريب ولا غريب، وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. كمان انت كان عندك علاقة مع برج الحوت، كان في بينكم مشاكل بسبب طرف ثالث، اخت، حد من عيلته بيتدخل جوه حياتكم، كان بيظلمكم. انتوا خرجتوا، انت طلعت مغدور مخدور وكرهت. انت نفسيتك اتسدت من حاجات كتيرة جدا. بس الضيوف اللي هتجيلك الفترة الجاية دي هتغير من نفسيتك وهتديك انفراجات جديدة وانطلاقات جديدة. كان في بينك وبين شريك حياتك نفور، تعب، وانت حاسس ان انت متضايق. الايام الجاية لازم تاخد القرار الصح. لازم تخلي قرارك قدامك، ولازم تفكر كويس جدا في كل حاجة عشان تقدر تتحكم في حياتك. كمان انت هيكون عندك في حاجة فيها حق، يا اما هتظهر حقيقتك يا اما هتظهر براءتك. في امور هتتحسن باذن الله. والناس اللي خربت بيتك وطلعوك من بيتك وطلعوك بدمعتك على خدك، ربنا هينتقم لك منهم، هيحسن من حياتك. انت اتخذلت من قريب من بعيد، مفيش حد اللي خذلك. حياتك هتتحسن الفترة الجاية. ربنا هيديك الفرحة اللي انت نفسك فيها ومستنيها. فلازم تخلي بالك من الناس اللي موجودة في حياتك. عندك واحدة ست وبناتها، دول مش سايبينك في حالك. في عندك كمان
طرف تاني، الطرف التاني ده عامل لك حبة عراكيل، وده عامل سحر للشريك وملخبط حياته. فلازم تحصن نفسك وخلي بالك من نفسك، وربنا يفرح قلبكم يا رب. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.